السلام عليكم ومرحبا بكم معنا. نتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال، وتلقاكم هذا الفيديو وانتم هانيين وفرحانين. اذا كما راكم تشاهدوا اليوم طليت عليكم بهذه الوصفه، عباره عن انطارت ولا طورطه تاع المناسبات ولا طورطه يوميه. تحضروها بطريقه سهله بسيطه، تبرعوا بها وليداتكم وتستمتعوا بها مع القهوه ولا الشاي. اذا ندخلوا نشوفوا الطريقه والمقادير. اتفضلوا معنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا هادو هما المقادير اللي نحتاجهم. هنا عندي 6 تاع البيضات، لكن البيضات راهم صغار، تقدروا يعني تستعملوا غير 5 يكونوا يعني ملاح. عندي هنايا لاليفير، وعندي لافاني، عندي كاس تاع السكر، وعندي الفارينة، وعندي الكاكاو. راح نديروها اليوم بذوق الشوكولا. إذا في البداية نحط هذا البيض في الريسيبيون هنايا. البيض لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ، يعني ما ديروهش بارد، هكذا يعني باش يساعدكم ويطلع لكم البيض تاعكم. إذا حطيت هنايا 6 تاع البيضات كاملين بدرجة حرارة المطبخ. نضيف عليهم دايما الرشة تاع الملح، يعني باش نعدلوا المذاق. وقبل ما نضيف السكر أنا دايما لازم نفتح البيض أولا، نفتحوا هذاك البيض قبل، خاصة الصفار هذاك، ومن بعد يعني نضيفوا السكر والمقادير الأخرى. إذا هذا الجينوز اللي راح نحضروها يعني تقريبا هي جينوز أصلية. الإضافة فقط اللي فيها هي لاليفير. لاليفير يعني باش تساعدنا هكذا نضمنوا بالجينوز تاعنا تجينا يعني مهوية وتجينا خفيفة. حطيت هنا مغرف تاع لافاني، أكيد البيض دايما يتبعه لافاني. وعندي هنايا الكاس تاع السكر، تقريبا حوالي 150 غرام تاع السكر. ونبدا نطلع في البيض والسكر تاعي حتى يعني يتضاعف الحجم تاع الخليط ويتغير اللون تاعه يعني ويثقل معنا، يعني حوالي 8 دقائق حتى ل10 دقائق. لازم نطلعوا الجينواز، لازم نطلعوا لها البيض مليح. نبدو يعني بالسرعة الأولى حتى للسرعة الأخيرة. نشوفوا هنايا راح تغير اللون تاع الخليط وتضاعف الحجم تاعه، تقريبا الريسيبيون راح تعمر بهذا الخليط. ودائما هذا هو لو تيست اللي راح نديروه، نكتبوا رقم 8. شوفوا يعني يبقى معنا واحد الثواني ويختفي. عندي هنايا الفارينة، عندي كاس تاع الفارينة، وعندي 2 مغارف تاع الكاكاو راح نضيفهم فيما بعد. الفارينة راح نحط معها لاليفير 10 غرام، نفوتوا أكيد الفارينة تاعنا في الصفاية. انتم إلا كان درتو يعني الجينواز تاعكم بدون يعني بيضاء بذوق لافاني، ديروا كاس وربع تاع الفارينة. والفارينة هنا راح نضيفها يعني على دفعات، على 3 تاع المرات. ونبدا هكذا. هنا راني سرحت المقطع يعني من الفوق للتحت هكذا، باش يعني تتخلط لنا هذيك الفارينة مع الخليط الأول. إذا هذه الفارينة اللي بقات لي هنايا في الكاس، راح نضيف عليها 2 مغارف تاع الكاكاو هكذا، يعني باش نصيروا الفارينة مع الكاكاو. حاولوا دايما تخيروا كاكاو يكون نوعية مليحة. إذا هذه الدفعة الثانية، وتبقى لنا يعني الدفعة الثالثة. إذا دايما ونحركوا يعني من الفوق للتحت بهذه الطريقة، باه ما يطيحلناش هذاك القوام ولا هذاك الهواء اللي دخلناه في الخليط تاعنا، ولا كي طلعنا البيض والسكر. إذا هنا راني كملت من النواشف، راني حطيتهم كامل، نخلطوا مليح ونتأكدوا باللي ما عندناش الفارينة والكاكاو في القاع. هنا خلاص
عندي هنا هاد الصينية اللي راح نطيب فيها الجينواز تاعنا. راني يعني دهنتها بالمارغرين ورشيتها بالفرينة وحطيت لها ورق المطبخ. نجيب الخليط تاعي ونحاول يعني باش نحركها هكذا. اذا نشوفوا القوام تاع العجينه ولا تاع هذا الخليط، يعني يجي خفيف في نفس الوقت يعني يجي ثقيل، يعني ما يجيش يعني سايل بزاف. مقادير يعني راهي تقريبا مضبوطه. فقط البيض قلت لكم انا استعملت 6 لان البيض اللي عندي شويه صغير، تقدروا ديروا 5. نسوي مليح هذا السطح تاع الخليط تاعنا ولا تاع العجين بلا سباتيل ولا بالمغرف ولا باي حاجه عندكم. والفرن اكيد راه مشعل على 180 درجه حوالي ربع ساعه من قبل، لأن الجينواز هذه يعني تبغي الحرارة، يعني لازم كي تدخل للفرن تكون الحرارة يعني عالية، هذيك هي يعني باش تنتفخ معنا وتطلع معنا هذا الجينواز. نخبطوها هكذا يعني باش نسولها السطح. إذا ندخلوها يعني للفرن ونطيبوها ونشوفوها فيما بعد. هنا راهي طابت، خرجتها من الفرن يعني راهي سخونة صراحة، وراني شعلت عليها شوية من الفوق يعني ما راهيش محروقة، راني شعلت عليها يعني من الفوق باش تنشف معايا مليح. ونحوها أكيد من السنيوة هذيك ونخلوها هكذا على لاكري يعني باش ما ديرلناش ليميديتي. بالنسبة لاكريم اللي راح نحشي بها هاد الطورطة ولا نديرو بها هاد المونتاج لهاد الطورطة، أنا هنا عندي كاس تاع الماء، تقدروا ديروا الحليب، لكن أنا دايما في الصيف هكا نستعمل الماء يكون أحسن. وعندي كاس تاع الشونتيي، الماء هذاك يعني راه بارد يعني كلاصي. وبغيتو ديروا الحليب يعني ديروا الحليب. وكي نستعملو الماء هكذا أيضا فاني نقصو شوية من الحلاوة تاع الطورطة هذه ما تجيناش حلوة بزاف. إذن عندنا كاس تاع الماء بارد، وعندنا الكاس تاع الشونتيي، حتى الشونتيي يعني راهي باردة كنت دايرها في الكونجيلاتور. وعندي هنايا عطر الشوكولا، يعني نبقو دايما في ذوق الشوكولا. ندير هنا يعني غير قطرة صغيرة. تقدروا ديروا أيضا هنا الشوكولا أطرتيني، تقدروا حتى تحطوا أيضا الكريم ديسير شوكولا، انتم أحرار. أنا فقط نبغي ندير الوصفات يعني تكون اقتصادية على قدر الإمكان. طلعوها حوالي 10 دقائق، يعني ماشي تطلعوها غير شوية وتخلوها. نجو الآن هنا للجينواز. أنا الجينواز هنا صراحة طيبتها بليلة قبل، هنا الليلة الزوجة راني ندير في المونتاج. نحكمو هكذا السكين يكون مسنن تاع المنشار يعني، وفي الوسط نبدو نفتحو فيها على 2 تفتحكم يعني بكل سهولة. لكن إذا كان يعني طيبتوها من وخليتوها دافية وجيتو باش تقصوها على 2، هنا راح تتفتت لكم يعني ما تحصلوش على نتيجة مليحة صراحة. الجينواز لازم تخلوها تبات. شوفوا كيفاش جات من الداخل، صراحة يعني جات خفيفة خفيفة خفيفة. نجيو الآن باش نديرو المونتاج لاطاخت تاعنا. عندنا لاكرام، عندي هنايا السيرو خفيف، تقدروا يعني السيرو باش طيبوه ديروا يعني كاس تاع الماء، نص كاس تاع السكر، طيبوه يعني حوالي 5 دقائق ولا 3 دقائق يعني كفاية. تقدروا تحطوا له الليمون ولا تحطوا له أي حاجة تعطروا هذاك السيرو تاعكم. سينو تشربوها غير بالحليب، تقدروا يعني تشربوا لاطاخت تاعكم هذه غير بالحليب. ما بغيتوش تشربوها أيضا يعني تخلوها هكذاك ناشفة. إذا نشربوا الطبقة الأولى ونحط الطبقة تاع الكريمة. يعني المونتاج هذا راه ساهل وباين تاع لاطاخت.
نشربوا أيضا الطبقة الثانية كما كنتم تشاهدون، نشربوها مليح، ونحطوا لها طبقة أيضا تاع الكريمة. وأكيد يعني راح نحط الكريمة أيضا في الجوانب تاع الطورطة تاعنا. يعني الطريقة راهي باينة وواضحة، وراهم عندي لي طاخت يعني نديرهم في القناة تاعي، تقدروا تدخلوا وتشوفوهم. إذا هنا راني زينت هذوك الجوانب. هنا شا حطيت لهم، هذا كاطو بيمو ولا أي كاطو عندكم، اطحنوه يعني ولصقوه يعني في الجوانب، ولا ديروا كاوكاو، ولا ديروا يعني حلوة الفرميسال ولا أي حاجة. الكريمة اللي بقات لي هنايا راح ندير واحد لي روزاس كيما هكذا صاير داير على الطورطة تاعنا. تزيين بسيط، تزيين عادي، تزيين يعني تقليدي تاع الطورطات. ودائما ندخلوها الثلاجة كما تعرفوا راهي سخانة بزاف. راني دخلت يعني الطورطة تاعنا للثلاجة. نجيو هنا باش نحضروا لا كاناش ولا كلاصاج اللي راح نديروه من الفوق. عندي هنايا كاس تاع ماء ولا نص كاس تاع الماء، تقدروا ديروا يعني الماء والسكر يعني نفس المقدار. عندي هنا أيضا ربع كاس عفوا تاع الزيت. وعندي هنا حوالي ملعقة كبيرة تاع الكاكاو. نحط ملعقة كبيرة تاع الكاكاو. الكاكاو دائما يعني نفوتو في الصفاية. إذا نحرك كلش بارد في بارد، ندوه فوق النار ونخلو هذا الخليط حتى يثقل معكم، حتى يثقل الخليط. يعني نقصوا له للنار ونخلوه حتى يثقل معنا مليح مليح الخليط، ونخلوه حتى يدفى، ونحطوه فوق الطورطة تاعنا. إذا هنا بعد ما يعني ثقال معنا، عندي هنايا حوالي 50 غرام تاع الشوكولا إضافة هنايا، يعني باش تجينا هذا الكلاصاج يجينا بنين. تقدروا حتى تحطوا أيضا ملعقة تاع لاشونتيي فاني، يعني يجي كلاصاج شباب. ونخلوه حتى يدفى مليح. إذا ونجو الآن هنا باش نحطوه فوق الطورطة تاعنا. أنا هنا راني حضرت يعني كمية شوية زيادة، وهكذا نمشوه على جميع الجوانب بهذه الطريقة. يعني ما نستعملوش ملعقة ولا باش يجينا السطح تاع الكلاصاج تاعنا يجينا يعني مستوي، ما يجوش فيه يعني لي طراس هذوك تاع الملعقة. وندخلوها أكيد قلت لكم للثلاجة، راهي سخانة بزاف بزاف، لازم الثلاجة. هذه نهاية الوصفة تاعنا. أنا الكريمة اللي بقات لي يعني زدتها هكذا، زينت بها عفوا الطورطة تاعنا. والتزيين هنا يبقى اختياري، كل واحد يزين كما يحب. هذه فقط يعني الطورطة يعني درتها هنايا في الدار باش نتقهوو بها فقط، يعني ما عندها حتى مناسبة. نقطع لكم هنايا قطعة باش تشوفوها. وهنا راهي شوية باردة، يعني بيتها ليلة كاملة في الثلاجة. شوفوا كي تجي يعني صراحة تجي خفيفة خفيفة ريشة، تجي خفيفة بزاف. هاد الطورطة نقربها لكم هنا، شوفوا يعني جات ما شاء الله. فقط راهي شوية باردة. نتمنى تكون عجبتكم هذه الطريقة تاعي في التحضير، ونتمنى يعني تجربوها وتحضروها، تستمتعوا بها، تبرعوا بها أوليداتكم، وتقدروا يعني حتى تحضروها لمناسباتكم، عيد ميلاد ولا نجاح ولا أي حاجة عندكم. غنجيب مغرف يعني صغيرة ونقطعها هنا معكم قطعة صغيرة. يعني راهي تجي صراحة ولا أروع. يعني هنا فقط راهي باردة.
راهي جات يعني هشيشة صدقوني، جات هشيشة وجات خفيفة يعني وجات واعرة أروع واحد المذاق فيها وماشي حلوة خلاص. نضرب لكم موعد يعني في فيديو آخر ووصفة أخرى إن شاء الله، ونقول لكم في الأخير السلام.